يا أهلي بتعملها ازاي؟ فاكر يا واد ولا نساي؟ والله العظيم المفروض احنا كمشجعين نادي الزمالك ندفع فلوس لإدارة النادي الأهلي علشان خاطر نتمتع. مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي الصفقة التي طال انتظارها، وكان في كلام ولغط كتير كتير جدا، وجمهور النادي الأهلي يعني كان عاوز ان الصفقة دي تتم بأي وضع وتخلص بأي فلوس. النادي الأهلي مش بيبخل على جماهيره. نروح للناحية الثانية، ده الجزء الأول. نروح للجزء الثاني والناحية الثانية، نادي الزمالك ادوله استمارة 6 في قطر. والله قالوا له يلا يا هات اطلع من هنا، يلا حرش ميه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة يا سادة، الله كلمتين بتاع حضرتك الحلو كده اللي زيك. ولو انت اول مرة تشوف العبد الله المتابعة عندك، اديها متابعة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبتدي بنادي الزمالك، وهخلي لك الخبر الحلو في الآخر. نادي الزمالك ماشي بمبدأ ببلاش وتوصى، سمعتك قبل كده؟ أكيد عدت عليك. ماشي بمبدأ ببلاش وتوصى، يعني انت رايح هيوكلوك ويشربوك ويدوك مصاريفك كمان وهيدوك فلوس، وهيوكلوا لك اللعيبه اللي ليها 3 شهور ما كلتش وهم جعانين وقاعدين على لحم بطنهم. انا هنا بتكلم على السد القطري. خلاص الزمالك كان هيلعب ماتش ودي وهناخد 400,000 دولار. حلو زي الفل يا عم الحاج، احنا اصلا مش لاقيين ناكل. يروح بعد ما نادي الزمالك يتفق مع نادي السد القطري واتفق خلاص والبعثة هتسافر راح قال لك لا احنا عاوزين زيادة. لا اذا كانت اميرة لا انا عاوزها اكتر. بالظبط والله العظيم قال لا انا عاوز قرشين زيادة عشان الحالة ما اشفرة معايا. نادي السد قال ده هو احنا وقعنا مع جعانين؟ لا ما ينفعش الكلام ده. يلا يا والله ما انا لاعب معاك. وبعت لنادي الزمالك قال لهم خلاص يا عمي بلا ودي بلا بدي، مع السلامة. انا لا هدفع فلوس ولا هوكل ناس ولا هلعب ماتشات. اترشقت في وش مين؟ في وش خالك حسين لبيب. ده موضوع نادي الزمالك. اما موضوع النادي الاهلي، تم رسميا تجديد عقد امام عاشور احسن لاعب في منتخب مصر، واحسن لاعب في افريقيا، واحسن لاعب في الدوري المصري. مش بشهادتي والله العظيم، بشهادة الكل وبشهادة الجميع. جمهور النادي الاهلي كان عاوز امام عاشور يجدد، والنادي الاهلي جدد له. عاوز اقول لك امام عاشور كان بياخد في الموسم 13 مليون جنيه، يعني ولا حاجه. يعني هو اقل من زيزو واقل من تريزيجيه واقل من اسمه ده محمد علي بالرمضان. اقل واحد كان بياخد 12 ليه 13 مليون في الموسم. الواد اتألق بشكل ملفت. النادي الاهلي يسيبه؟ والله ما يسيبه. وكان جاي له عروض من اتحاد جدة بمبلغ خيالي 10 مليون دولار في امام عاشور. النادي الاهلي نجح والكابتن سيد عبد الحفيظ باقناع امام عاشور وجدد حتى 2030. جدد حتى 2030. واحد جهبس هيطلع يقول لي طيب هو اصلا عقده ساري. ما انا عارف ان عقده ساري، بس النادي الاهلي بيحب يشتري دماغه من القصه دي. وغير كده لاعب عندك متألق وكل الفرق عاوزاه في الدوري الانجليزي وفي الدوري السعودي. الواد مطلوب. اسيبه؟ ما سيبوش. والنادي الاهلي داخل على معمعة، والنادي الاهلي داخل على بطولات كتير، فمش عاوز يسيب امام عاشور. جدد ب 200 مليون جنيه في 4 مواسم، يعني هياخد في الموسم 50 مليون جنيه يستحقها. طيب كان جاي له ارقام اكتر من كده؟ والله العظيم كان جاي له ارقام اكتر من كده، بس اسرة امام عاشور قالت احنا مش عاوزين نتغرب ومش عاوز امام عاشور يطلع. وهو جرب الاحتراف قبل كده وما تأقلمش، فاحنا خلينا مع النادي الاهلي
امام عاشور طلع من صغره اهلاوي، والله العظيم. سلام عليكم.